صور ما نكذبش عليكم، انا مرة كيعجبني نشق مقطوط ديالي، كنشقمو كناديهم بصراحه. انا دابا طناش الله رب، خصني نوجد راسي نمشي بحالي. انا هادي فين كيحطوا فيها لي باكيت اللي ما وصلوكش للدار ولا جابوها لك للدار وما جبروكش، بعد كيعطيوك واحد الورقه، ديك الورقه كيكون فيها واحد الكود كطابيه هنايا. انا نوريكم كيفاش. دابا غنبداو الدوره ديالنا، الدوره الشرفيه. العشيه بعض المرات كدوز ساكته صراحه مرتاحه، ولكن اغلب الاحيان كتكون العشيه حتى هي فيها الخدمه، حيتاش كتكون بوحدك ماشي بحال الصباح كيكون معاك العيلفه ولا كيكونوا بزاف الناس فكيتعاونوا، ماشي بحال في العشيه كيكونوا غالبا يا اما جوج. اللي مبدل في شيشه العشيه هو انا ما كيكونش ديك الغسيل بزاف، يعني ما كتغسلش المرضى كاملين، فكيكونوا غسلوا في الصباح فما كيغسلوش في العشيه. تقدر تدخلوا غير يغسل سنانو ولا شي حاجه هكذا خفيفه. التيشارجات لي تخوتينيت العربه خوات بيا، غنكمل الطريق على رجلي، يعني غنزيد نتعطل. علاش ما كنحملش نخدم العشيه؟ يلا فيقت هذه واحد الساعه ولا نص ساعه كنحس بها، وانا دابا لابس عليا وخصني نمشي نخدم. ملي كتخدم العشيه كتحس براسك بحال اللي كتخدم كتعمل والو. البارح خرجت مشيت ترينيت، رجعت للدار نعست، فيقت دابا الصباح فطرت وجدت راسي خصني نمشي نخدم عاوتاني قضي. واحد برد اخوتي كنحس به، واحد برد صباح. او ماي جاد. دابا اللي اللعبه ديال هذا البرد هذا هو خصك غير تبدا معاه قاصح عسكري ولا غيكيمنك كيف ما كنقولوا بالطنجاويه، فما خصكش تكيمن الخاو ديالك، تبدا معاه واقف راجل. اذا بديتي معاه ضعيف من الاول مشالك العام الخاو ديالك. كيفاش كنوازن بين الخدمه والرياضه؟ نقدر نقول لكم هذه اصعب حاجه تعلمتها في حياتي، خصوصا كشخص ممرض هنا في المانيا اللي كيخدم 3 شيفتات، فما عندكش واحد السيستم ولا واحد الروتين اللي معروف. تقدر سيمانات تكون عندك فيها الليل والنهار والعشيه، هذا الشيء حد ذاته كيسبب لك ارهاق ذهني انك كيفاش تقدر تخط النهار ديالك. فلهذا بالنسبه للحاله ديالي انا مثلا كنحاول ما امكن انني الا كانت عندي العشيه نمشي دائما نتريني قبل ما نبدا الخدمه، يعني كنمشي مع ديك العشرة مثلا الجيم تريني واحد الساعه حتى 45 دقيقه مثلا، ونمشي للخدمه. كندوز نشري شي حاجه خفيفه ناكلها، كندوش وكنطلع نيشان الخدمه حيت كنبدا مع الوحده. هذه احسن طريقه بالنسبه لي اللي كيكون عندي العشيه. وبعد المرات كنضطر انني الا ما مشيتش في الصباح نمشي مور الخدمه، يعني كنخرج في 9 من الخدمه، يعني من عند 9 نمشي نتريني ونرجع للدار ونخدم غدا. شنو ما كنقدرش ندير هذه الطريقه هذه الا كنت على غدا خدام الصباح، حيت كنخرج مع 9 وكتبدا الخدمه مع 6، فيلا كنعس واحد 4 5 ساعات، فما يمكنش انني نمشي نجيم مورا 9 ونجي حتى ل 11 ونص ولا ما عرفتش. بالنسبه للفرودين استفاده معروفه، ملي كيكون عندك الصباح كتخرج مع جوج فكنمشي نيشان ضروري، لان خصوصا في الدومين ديالنا ديال التمريض الرياضه مهمه بزاف، لان بزاف الناس كيجيو ما كيكونوش مولفين بالتعب الجسدي هذا، وملي كيخدموا وكيهزوا المرضى كيحركوهم كيجيهم الحريق ديال الظهر، كاين اللي كيجي حريق ديال الرجلين، وهذا كامل كيكون من ان هاد الناس هادو ما كيكونوش اصلا رياضيين. غتقول لي كيفاش انت كضرب التماره في الخدمه وباقي خصك تمشي تريني؟ نقول لك انها ما عندهاش تفسير
من غير ان الجسم في لونطريمون والعقل كيفرق بين التماره ديال الخدمه وتماره اللي انت كتعملها باش تفيد الجسد ديالك، لانك ملي كتريني فالجسم كيستقبل لك معلومات لونطريمون. انا باغي نقوي العضلات ديالي، ماشي فحال ملي كتكون كتخدم فكتعمل داك الشيء لانك مضطر انك تعمله. الا كان شي واحد عنده واحد الروتين اللي مقاد يعني الاوقات ديالو معروفين، فكنظن غادي تكون هذه حاجه اسهل انه يلتزم بالرياضه. حاجه ثانيه كتعاون هي شحال بعيد ولا قريب عليك الجيم. فحال انا بالنسبه لي الجيم باقي بعيد عليا بزاف، لانني بتخوتينات مثلا بالعربه ديالي كنعمل واحد 25 دقيقه، غير هذه كتحسب انك نص ساعه خصك تمشي نص ساعه باش تجي، راه مشات لك ساعه من حياتك لا ديال الطريق. الا كان الجيم قريب فراه فعلا كتصنع في واحد الفرق كبير، خصوصا الا كان وقتك قليل. ولهذا انا كنفضل نمشي مورا الخدمه، حيت كيكون الجيم قريب عليا ديك الساعه ماشي بعيد بزاف، ماشي بحال ملي كنكون في الدار وخصني عاد نمشي للجيم فكتكون بعيده كيف ما قلت لكم تقريبا نص ساعه ديال الطريق. هو هاد الاكله اللي غنجربو دابا اسمها تاياكي، كتجي على هاد الشكل هذا. سو فلافي واعره. Oh my god, it's cold. So das ist matcha strawberry. Yeah, ما عجبنيش. كاين عباره عن شارع كيكونوا فيه بزاف ديال المحلات اللي فيهم مأكولات اليابانيه واللعيبات، وكيكونوا فيهم اللي شفنا محلات ديال المانغا الى اخره. المهم الثقافه اليابانيه كامله كتكون مجموعه تما، فهو شارع صراحه شارع واحد فدغيا كتدور. دابا حنا خرجنا من تما وغادي نمشيو نضربوا شي دوره. دابا بدا كيجيني الجوع ولكن خصني نمشي ناكل، وكاين عدد كبير من الطواجن هنايا اشكال والانواع، وكنخمم شحال من طاجين جواتوني. كنحسب تقريبا اكثر من 50 طاجين ولا شوايه يعني، خصوصا ديك البطاط كبارين صراحه. ولكن بغيت نقول لكم ان هاد الحمامات هادو يقدروا يكونوا عندهم الحقوق اكثر مني ومنكم، يعني الا شافوك اديتيهم ولا ضربتيهم ولا عملتي شي حاجه. غنجرب دابا هاد السوبه ديالهم العجيبه صراحه، كتبان واعره. خاصه ماي جاد، كتبقى تاكل بحال هاد الشربات هادو ديال هادشي ديال الاسيا، كتبقى تحس براسك دخلتي شي انيم. تحس راسي الصراحه بحال ناروتو صادا شي مهمه، جا عندك ايتشيريكو رامن بغا ياكل دابا وكينزل عليهم تما صراحه. مع انا شحال ما كليت شي حاجه بحال هكذا كنحس بها رائعه. Guten Morgen. اليوم غنهضر لكم على واحد من الكومونتيرات اللي كيتكتبوا لي بزاف في الفيديوهات ديالي، وهو واش الصالير ديال الممرض كافي هنا في المانيا شخص واحد. اولا خصنا نعرفوا بان الصالير كيختلف من مؤسسه لمؤسسه ولا من ولايه لولايه، غالبا ما كيكونش شي فرق كبير، ولكن على حسب عدد الخبره واش ممرض مبتدئ ولا ديجا خدام هذه مده طويله. فاحنا ناخذوا واحد مثال مبسط ديال ممرض اعزب، يعني غير متزوج، خدام يعني مبتدئ، يعني واحد عامين تقريبا ولا عام ونص. الصالير ديالو غيكون تقريبا 3400 اورو بدون قطاعات. اذا حيدنا الضرائب فتقدر تكون كتبقى له شي 2300 ولا 2400 اورو. فهاد 2300 ولا 2400 اورو خصنا نقسموه على اللوازم اللي عند هذا الشخص هذا. طبعا هاد اللوازم كيختلفوا عاوتاني من شخص لشخص، وشحال الشخص كيستهلك في كل شهر، وشحال ديال الفلوس كيحتاج، شحال كياكل، شحال كيصرف الى اخره.
كيف ما قلت لكم اليوم الاصدقاء كاين ستريس بزاف، نحاول نسرق اللحظات فين نقدر نهضر معكم. كما قلنا الصالير يقدر يتبدل على حساب الشطو، ياك لا على المستوى الضريبي ديالك ولا حساب المؤسسه ولا حساب المستوى ديال الممرض، ولكن غالبا كيكون بين ديك الارقام اللي عطيتكم. عندك الكرا تقريبا يقدر يكون بين 550 حتى 700. هاد الارقام اللي كنعطيكم ديال الكراء فكيكونوا على حسب المدينه. اذا كان الانسان ساكن في مدينه صغيره متوسطه ولا صغيره فالكرا كيكون طبعا رخيص. اذا كان الانسان ساكن مثلا في مدينه كبيره وجد راسك من واحد 800 اورو ما فما فوق، كيجي موراها الترونسبور ولا التنقل فكيبقى عاوتاني على حسب شنو الانسان عامل. نقولوا حنا واحد الانسان اللي عنده دويتشلاند تيكيت، هي واحد البطاقه ديال القطار اللي كيستعملها الناس في المانيا كاملين، واللي الثمن ديالها تقريبا رجع دابا تقريبا 59 اورو، غادي يتزاد كل عام كيتزاد شويه. بعد ما كانت 49 اورو فنقولوا واحد 60 اورو تقريبا غنزيدوها على ديك الكرا، نزيدو نقصوها. نجيو لموضوع الاكل اللي هو الموضوع الاهم، هو الانسان شحال يكون كياكل. فطبعا كل واحد شحال كياكل. اذا كان الانسان كيتريني فاحنا غنعملوا تقريبا بين 300 و 400 اورو بلا ما يدخل الانسان يبقى يقول لي في كومونتير 300 اورو كامله غتاكلها. راه الحياه رجعت غاليه في المانيا. انا جيت من المانيا في 2018 سياحه، كنت باقي عاقل، شريت الدونر ولا اشهر حاجه كياكلوها هنا في المانيا كنت شريته ب 4 اورو. دابا الدونر كيعمل 8 9 اورو 10 وانت طالع. فالحياه رجعت غاليه جدا في المانيا، التضخم والحروبات والى اخره. يقولوا الانترنت على حسب واش عندك ابونمون في التليفون ولا عندك الويفي في الدار، فغالبا تكون كتخلص ابتداء، نقولوا ابتداء من 20 حتى 40 اورو على حسب شحال من جيجا شحال كتستعمل. فكتبقى لك شي مصاريف اخرى متغيره، هي مثلا اذا كان الانسان كيعاون العائله ديالو في بلادو كيصيفط شي فلوس، خصك تخلي شي مصاريف طوارئ، مثلا نقولوا شي 100 اورو طوارئ. مصاريف ديال الانسان اللي بغى يخرج ولا ديال الملابس، فهادو كيكونوا طبعا مختلفين على كل شخص. شنو كاين اللي كيشري الحوايج، كاين اللي لا، كاين اللي كيعاون عائلته بالفلوس، كاين اللي لا، كاين اللي عنده ظروف يقدر يكون كيصيفط فلوس بزاف، كاين اللي لا. فهنا كيتختلف الامر. نقدروا نقولوا بان التوتال ديال هادشي كامل اللي قلنا يقدر يوصل مثلا 1100 اورو ولا 1400 اورو بين كل شيء تقريبا. كيختلف هذا الامر. مثلا الا كان الانسان كيعاون عائلته طبعا كيصيفط فلوس فغادي يكون كيخسر اكثر، يقدر الرقم يطلع. شحال يقدر الانسان يخلي كل شهر، فيقدر يكون يخلي شي 700 بين 500 و 700 اورو. ولكن اذا ما كانوش عنده احتياجات بزاف كما كنقول لكم، احسن مثال غيكون هو انه شخص اعزب غير متزوج مثلا، ما عندوش ظروف عائليه اللي يقدر يعاون عائلته ولا يصرف على شي واحد اللي محتاج انه يصرف عليه، فطبعا غادي يوفر حتى ديك 1000 اورو. يقدر يوفر كثار كاع الا كان الانسان ما كيصرفش بزاف. ولكن على العموم هذه فكره اللي تقريبيه اللي حاول نوصل لكم واحد المثال اللي تقريبي شنو يمكن الانسان لك. كاين متغيرات، ولا كنت مزوج فدائما كيكون عندك واحد تبدل لك شطو يا كلاصه، فكتكون عندك مستوى الضريبي ناقص على واحد مزوجشي. واذا كانوا عندك الاطفال كتربح اكثر واكثر. عليه انا كنصح اللي يلا غيجي اول مره مثلا المانيا دائما انه يفكرش يعيش في مدينه كبيره. بزاف الناس يلا كيجيو لالمانيا وكيبغيو يعيشوا في ديك المدن كبار، كولن، فرانكفورت، دوسلدورف، هامبورغ، وكي ما كيعرفوش بلي هذيك المدن غادي يكلفوهم النص ديال الصالير ديالهم لا في المعيشه لا في الكرا. طبعا تما حياه اجتماعيه احسن، ولكن انت ملي كتجي في المانيا فكتجي تخدم فين هو الوقت اصلا باش يكون عندك واحد الحياه اجتماعيه. فلهذا مدينه صغيره كتبقى واحد الاوبشن اللي مزيان بزاف الانسان يبدا به. مدينه صغيره يكون وحدها مدن كبارين قاعدين عليهم نص ساعه ثلث ساعه، كتكون اختيار احسن. كيكون الكرا فيها في المتناول، ماشي رخيص حيت الكرا مابقاش رخيص في المانيا كامله وما كاينش، ولكن على الاقل كتكون بدايه احسن واحد يلاه جا باش يقدر يوفر شويه.